أهلا وسهلا حبوبتي الغاليات، نتمنى تكونوا في صحة ونفسية جيدة وانتم كتستمتعوا بلا فيديو ديال اليوم. غبرت عليكم شوية رغما عني والله، وبعض الظروف اللي منعتني أنني نتواصل معكم، ولكن رغم ذلك أنا معاكم ودائما راكم في بالي وفي قلبي، والله اللي شاهد على ذلك. المهم الموضوع ديال اليوم حرقني بزاف في قلبي، وهو اللي خلاني نخرج ونهضر بكل حرقة على هذا الموضوع هذا اللي سمعته من بعض الأخوات، وكيفاش الطرف الآخر كيستهتر بيهم وبالمشاعر ديالهم وبطرق اللي كتخليهم يوقعوا في المحظور بكل رغبة وسهولة. اختي أم لينا، أنا فيما نخرج معاه يبغي يعنقني ويبوسني، ويقدر يوصل معايا لأكثر من ذلك بلا ما كنشعر، حتى كنلقى راسي وقعت في المحظور في تلك اللحظة، وبعدها كنحس بالإهانة والندم على ما وقع. مهبولة الحبيبة ديالتي، وسمحي لي على هاد اللفظ هذا، ولكن من حرقتي عليك وعلى بزاف ديال البنات بحالك، حيت انتي اللي لقاك بحال شي كتاب مفتوح، ولا بالمفهوم الأصح باب بلا بواب، ومن طبيعة الحال غيدخل بدون استئذان. علاش ما تكونيش تلك الفتاة الذكية والشطورة في تلك اللحظة؟ ولا كيدوخك بكلمة أنك غادي تكوني مرتي المستقبلية أو زوجتي المستقبلية، وانتي ان فوا كتسمعي هاد الكلمة صايي كتذوبي وكتحاولي تلبي له كل طلباته ورغباته باش تغريه أكثر. مهبولة الحبيبة ديالتي. بالعكس الحبيبة ديالتي، انتي في هذيك اللحظة دمرتي راسك. ان فوا كتستسلمي لطلباته ورغباته في حد ذاتها كتعطيه فكرة عليك ونظرة صافي. هادي بحال الاخرين، انتي عارفة قصدي، كلهم بحال بحال صايي كيبدا يفكر فيك بطريقة أخرى، والهدف الوحيد ديالو هو الوصول للأهم معك. أما إلا لقاك صعبة المنال وهداك الكتاب المغلوق، وأنا اللي كنسمح ليك تقرا الباج اللي بغيت أنا، غادي تخليه ديما يفكر كيفاش يوصل ليك، كيفاش يفهمك، كيفاش يرضيك، غتخليه ديما دايخ باش يوصل ليك ويفهمك. انا ماشي من هادوك، انا غيرهم، ماشي ديال الاستمتاع وتضييع الوقت. كل هذا غيخليه يزيد يتشبت بيك ويرغب فيك اكثر فاكثر. غتقولي لي صعيب شويه هاد الشيء في هاد الوقت هذا ومع كل هاد المغريات، ولكن انا غادي نجاوبك رغم صعوبة هاد الشيء كامل، ولكن اقسم بالله انك الا كنتي تلك الشابة الرزينة الذكية صعبة المنال ووضع حدود ما يمكنش تتجاوز، فستنالين الافضل باذن الله، وغتلاقاي مع الشخص اللي كيقدر هذا النوع من العلاقات. ولكن كوني أكيدة أن معظم الشباب كيبحثوا على هذا النوع ديال العلاقات، ولكن إن فوا كيتلاقى مع أي وحدة كتكون سهلة المنال بهكذا كيفقد الثقة وكيستمتع وكيقلب بهذا المعنى، لأنه كيقول كيف ما عملت معاي هكذا راها كتفعل مع الكل نفس الطريقة. ولكن إلا لقاك صاينة راسك وصعبة المنال في كل شيء كيتشبت بيك أكثر فأكثر ويوصل معاك لأبعد حد في تلك العلاقة، وكل هذا ما يخليكش تنغلقي على راسك أكثر من اللازم، ولكن خرجي معاه تعرفي عليه أكثر، ولكن بوقت اللي كيكون محدود وفي مكان اللي كيكون عام، بلا ما توصلي الأشياء أكثر جرأة تخليك من بعد ذلك اللقاء تحسي براسك أنك كنتي مجرد تسلية وتلبية للرغبة، لأن المرأة خلقت للأمانة وليست للإهانة. كنت معكم أم لينا، كنتمنى لكم كل الحب والسعادة في حياتكم، والسلام عليكم.